السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم مستشار أحمد عبد الماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد حول مهمة الفقهاء في الحياة، أو نقول مهمة الأئمة والفقهاء في الحياة. في الحقيقة أنه إحنا بنثق ثقة عمياء في الأئمة، وخصوصا الأئمة الأربعة، وبنثق ثقة عمياء في مشايخنا وعمائمنا اللي حوالينا، وبناخد الدين منهم كما هو، كما يخرج من أفواههم أو من أقلامهم. وهذه مصيبة كبرى، إذ أننا لا نتدبر شيء. الله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهل تدبرت آيات القرآن أيها المسلم؟ هل تذكرت شيئا أو كنت من المذكرين؟ هل أمرت بمعروف ونهيت عن منكر؟ بالطبع لا. هل صليت الفجر اليوم؟ أغلبكم لا طبعا. إذن نحن قوم ابتلانا الله بمعاصينا. نعم، ابتلينا بمعاصينا، ومن ضمن هذا البلاء هم الأئمة الأربعة وأئمة الحديث والسادة المشايخ. طبعا هيتعجب بعضكم وهيقول انه انا ممكن بعضكم يقول ان انا مجنون او متطرف او حاجة زي كده، لكن الحقيقة اذا ما تمعنت فيها وجدت جذورها واصلها هم تلك الفئات الثلاثة: المحدثين والفقهاء والمشايخ، إذ أنهم ينقلون عن بعضهم بعضا ويعظمون بعضهم بعضا بصرف النظر عن أين رضوان الله. يعني لما البخاري يقول: من بدل دينه فاقتلوه، ويجتمع قول الأئمة الأربعة قبل البخاري، لأنه الأئمة الأربعة قبل البخاري، أنه من بدل دينه فاقتلوه، أو أنه قتل تارك الصلاة، أو يرفع الحد عن المرأة المستأجرة للزنا، وده في فقه الإمام أبو حنيفة. أو مثلا تجد الإمام الشافعي يقول في تخريفاته أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته المتولدة من ماء زناه بأمها. يعني رجل زنى بواحدة ثم حملت منه فأتت ببنت، فيجوز أنه هذا الزاني يتزوج بهذه البنت. طب هل الشافعي لم يقرأ قول المولى عز وجل أنه لا يجوز أنه أنا أتزوج زانية، ولا أن أنا إذا كنت واحدة ست يعني ينكحني زاني؟ في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. البنت اللي اتولدت دي بقى، المظلومة اللي اتولدت من زنا أبوها بأمها، حينما تتزوج أبوها كما يقول الإمام الشافعي: ألم تتزوج بزان؟ وهذا حرام عليها وهذا حرام عليه لأنه زاني. إذن الشافعي لم يكن يدري شيئا عن القرآن. لما يجتمع الأئمة الأربعة على قتل المرتد، بينما المولى عز وجل يقول: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقول: لا إكراه في الدين. يبقى إذن الأئمة الأربعة لم يقرأوا القرآن ولم يتدبروه، إذا كانوا قرأوه فلم يتدبروه. لما يبقى عندنا حديث يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن فعلوا ذلك عاصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ألا يكون هذا الحديث اللي أنا قلته دلوقتي
مخالف لقول المولى عز وجل لا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقول المولى عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إيه ده؟ لقد أنشأتم علوم تتصادم مع كتاب الله. الأئمة الأربعة حينما يقولون، يعني يقول الإمام مالك أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وأن قراءتها في الصلاة مكروهة، والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة الفاتحة مكروه، ومنعه المالكية منعا باتا، منعوا بسم الله الرحمن الرحيم ومنعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكلام ده مدون في كتاب لوزارة الأوقاف المصرية عام 1939. ألا يكون ذلك إضلال من الأمة بفقه الأئمة؟ أنا بس بشهد عليكم نفسكم يا فقهاء، وبشهد الأمة عليكم. لما السيد الإمام مالك يقول إن حمل المرأة يمكن أن يستقر في بطنها ل4 سنوات ثم تلد، وتسمي المولود باسم زوجها أو مطلقها إن كان قد طلقها، أو أرملها إن كان قد مات عنها في تلك السنوات ال5. الإمام مالك بيقول 5 سنوات. الإمام الشافعي قال لا، دول 4 سنوات بس. الإمام ابن حنبل قال أيوة 4 سنوات. الإمام أبو حنيفة قال لا 2 بس، الحمل 2. هؤلاء مخابيل صنعوا الخبل وصدقناه ورسمناه فقها يتم تدريسه في المعاهد الإسلامية. لذلك حينما ألفت كتابي إضلال الأمة بفقه الأئمة، ليه؟ لأن هؤلاء يقومون بتغطية الدعارة للمرأة الزانية. يقول لك أصله هتولد بعد 5 سنين وتسميه باسم أرملها، تولد بعد 4 سنين وتسميه باسم مطلقها. هذا والعياذ بالله صورة من صور الدعارة ونشر الدعارة في ديار الإسلام. اللي أنا بقوله ده طبعا السادة اللي بيسموا نفسهم مسلمين بالاسم ما يعرفوش عنه حاجة خالص. ليه؟ هم شايفين الإمام أبو حنيفة يا سلام ده عظيم، الإمام الشافعي يا ده هايل، الإمام مالك يا جماله. ده اللي تم حقنهم بيه بواسطة السادة المشايخ، وده إضلال الأمة بفقه الأئمة، وده إضلال الأمة بفعل المشايخ. لما كل الأمة تستحسن الهجوم على الدول وسبي نسائها واستحلال وطئهن ونهب دورهم وقصورهم واسترقاق الأسرى وجواز بيعهم في الأسواق، هل ده الإسلام اللي نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإسلام اللي قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اعتديتم، واعتدت الصحابة واعتدى التابعين على كل الدول من العراق شرقا إلى أسبانيا غربا. الأمة الإسلامية اللي انتم بتفخروا بيها اعتدت باسم أنها تقوم بالدعوة إلى الله، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إن الدعوة يجب أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. اعتدت قتالا وقتلا ونهبا وزنا وبيعا للأسرى في الأسواق باسم أنها الدعوة إلى الإسلام. هل ده هو دين الإسلام؟ هو ربنا سبحانه وتعالى ألم يقل المولى عز وجل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وربنا سبحانه وتعالى ما قالش إنه يعني سيدنا محمد أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين؟ انتوا مش واخدين بالكم ان انتوا لطشتم واصبحتم كالعميان وانتم تصحون بانكم مسلمون؟ اي اسلام هذا الذي انتم عليه؟ اي اسلام هذا؟
هذا إسلام المعاتيه وإسلام الشياطين الذين دمروا كل شيء وقالوا أنهم مهتدون وقالوا أنهم إصلاحيون وقالوا أنهم يدعون للإسلام. الله يدعو إلى دار السلام. الله قال وقولوا للناس حسنا. الله قال إنه إحنا لا نكره الناس ليدخلوا في الإسلام. ما تقوليش بقى إنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وشيخ المشايخ يقول إن السنة 3/4 الدين، فلم يبقي للقرآن إلا ربعه فقط، ربع الدين فقط. لذلك الأمة الإسلامية في ذيل الأمم. الأمة الإسلامية هي أحط الأمم في وشعوب، لأنهم لا دنيا فلحوا فيها ولا دينا أبقوه. لا دنيا ولا دين. لذلك تجدنا أصحاب المعيشة الضنك، لقول المولى عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. زيك زي الكافر، زيك زي الكافر بالظبط. ليه؟ لأنك لم تقم بتفعيل القرآن وقمت بتفعيل البخاري ومسلم والفقه على المذاهب الأربعة فيما خالفوا فيه كتاب الله. يبقى إذن كان يجب أن تمحص أمرك وتستنير بكتابك وتعبد ربك ولا تعبد الرسول. أنتم تصلون على سيدنا رسول الله أكثر مما تسبحون الله. أنتم تعتقدون في رسول الله أكثر مما تعتقدون في الله رب السماوات والأرض وخالق الخلق والأكوان ومرسل الرسل. وبعدين تقولوا إنه أنا جريء وبتكلم بجرأة. أنا مش جريء، أنا بتكلم بالحق. أنا أتعامل مع الواحد الأحد ليكفني الله هم كل أحد. تعامل مع الواحد الأحد يكفيك الله هم كل أحد. لازم تعرف كده، لازم تعرف كده. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يصلح لك زوجتك، ممكن يصلح لك أولادك، لكن قد تسير السفن في غير ما تشتهي أو تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ليه؟ لأن ضميرك مش كويس، الضمير من جوه. هل تعلم يا أخي ما معنى الله الصمد؟ هل تعلم الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هل تعلم أن البخاري قال أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار مرارا وتكرارا؟ طب بالله عليكم، البخاري كتب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاول الانتحار مرارا وتكرارا بأن يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فهل كان معه شهود؟ أم أنه كان في كل مرة يفشل يذهب إلى الصحابة يقول لهم لقد أردت أن أنتحر اليوم ففشلت؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هل ده من الإيمان؟ ولا بنشجع إحنا على الانتحار؟ ونخلي بالنا أن الحياة نعمة من الله لا يجوز الكفر بها بالانتحار. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن يعمل كده أبدا. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن وخلي بالكم وليس عليه الصلاة والسلام، هو عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. طب ليه؟ عشان هوريكم حاجة، يعني سأبصركم بأمر لا تبصرونه. أنتم تقولون عليه الصلاة والسلام، لا، هو عليه الصلاة وله أتم التسليم، لأن المولى عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وليس وسلموا سلاما. لو قال وسلموا سلاما تقول إيه؟ تقول عليه الصلاة والسلام. إنما قال وسلموا تسليما تبقى تقول وله أتم التسليم، يعني أذعن للمنهج الذي جاء به محمد. سيدنا محمد لم يأتي بالبخاري، سيدنا محمد جاء بالقرآن، والقرآن هذا ما فرط الله فيه من شيء. والقرآن هذا حينما نزلت الآية في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالإسلام موجود في القرآن بكماله وتمامه، بكماله وتمامه. ومن أصدق من الله حديثا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطئ وكان يذنب، والدليل في القرآن أيضا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح دي: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك يا محمد وما تأخر، ولسه هتذنب كمان، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إذا كان يذنب، والدليل أيضا أنه كان يذنب قول المولى عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يعني إذا لازم معلش نتدبر القرآن. أصل الفيديو لكي يتدبر كل منا القرآن بقدر عقله هو وليس بقدر عقل الشيخ. عايز تسأل الشيخ في حاجة، نعم اسأله، لكن لازم أن تكون إجابته مطابقة لما ورد بكتاب الله. لكن قتل بسم الله فهذا ليس بكتاب الله. القتل في كتاب الله دفاعا فقط، وليس هجوما، وليس عقابا. وقرآن الله محفوظ، ما فيش يعني آية منه في بطن الداجن اللي هي آية الرجم. يقول لك نزلت آية الرجم فعلى عهد الرسول، بس كانت في ورقة في بيتي تحت سرير في بيتي فدخلت داجن فأكلتها. ده كلام مهابيل، كلام مهابيل ورد على لسان السيدة عائشة، أو يعني ألصقوه زورا بالسيدة عائشة. إذن إحنا محتاجين نعيد فهمنا للإسلام عشان ربنا يرضى علينا، ولا تكونوا كالذين أضلوا الأمة. في كتاب كتبته أنا اسمه إضلال الأمة بفقه الأئمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق. شكرا يا أخي.